خلطبيطه بالصلصه؟ مين سماها الاسم ده؟ لما تسمي اكله لازم يبقى اسمها يفتح النفس. ودي كانت الجمله اللي قالها الشيف مشرف قبل ما يطبخ لنا احلى اكله طبخها في حياته. مش هعرف اشرح لكم، بس الالهام كان جاي لي من فوق، انا ما كنتش بعمل حاجه، هو كان بيتحكم فيا، وده السر الخطير اللي ما كانش قايله لحد. بس لو لازم تعرفوا تعالى اقول لكم الوصفه. بعد ما قطعنا البصله شوحناها في شويه زيت زيتون، والسر دايما في التقليب المستمر. 10 فصوص توم كتير صح؟ انا قلت له بس هو كان مراقبني وما كنتش عارف اعمل حاجه. ونزلنا بالطماطم اللي كنا سلقناها قبلها ب5 دقايق. مسكين ما يعرفش ان ده عشان نعرف نقشرها بسهوله. رشينا عليها ملح وفلفل اسمر وكوبايه طماطم تقريبا او صلصه، وضربناها بالهاند بلندر. بس ده كان الصوص، وهو كان بيقول ان ده السر الخطير. انا مؤمن ان الطبخ فن، لكن انا ما عنديش اي اساسيات الفن ده. لو ركزت جواك هتلاقي ان انت عندك فن مختلف عن الباقي، بس ده لو ركز. الفكره عمرها ما كانت في البتنجان والكوسه والطماطم ولا الصوص ده اللي عباره عن زيت زيتون وشويه روزماري وفلفل اسود. لا 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 لا، الفكره في الفن.